نسبة 90% ولا 80% ولا 75%، يعني بين 75% ل 90%. الهلال نهى صفقة أبو بكر، اللاعب أبو بكر الكاميروني. لاعب غامة ولاعب كبير وصاحب إمكانيات عالية جدا جدا. تقريبا لمدة 6 شهور إعارة، 6 شهور. وفي لاعب تاني من الجابون برضو مهاجم، خلاص على وشك الاتفاق معاه في شهر 1. شهر 1 باقي له 3 يوم ولا 4 يوم إن شاء الله، وبعدها تسجيلات بتفتح والهلال يعمل إضافات جديدة. فالفيديو السابق أنا ذكرت إنه الهلال محتاج لخانات محددة، كويس. الخانات المهمة المحتاج لها الهلال، كويس. في النص نحن محتاجين لاعب محور في النص مهم جدا جدا. والآن الهلال شايف مركز أكتر على الهجوم. برضه أنت محتاج لمهاجم قناص شديد، يعني لاعب أبو بكر إذا صح الكلام وصح الاتفاق إنه حيفيد الهلال كتير. لكن برضه في من ناحية فنية، من ناحية لا من ناحية بدنية، يمكن ما يديك 90 دقيقة، يديك 45 دقيقة. أكتر من كده ما يقدر يديك، لأنه الفارق العمر والسن برضه له أثر. لاعب ما صغير في السن، بعد ذاك جرى كتير، يعني جرى في أندية كتيرة شديد. الآن هو بيحصل بغت فقط في المال يعني. فشي مشروع لأي إنسان إنه مقابل المال ممكن يديك الشيء اللي أنت عايزه. إذا أداك 45 دقيقة هو بيقدم لك فيها الحاجة اللي أنت عايزها. ليه؟ لأنه نحن محتاجين يا جماعة زي ما قلنا مهاجم قناص، مهاجم لعاب، ما يفوت لنا أي كورة، ما يفوت لنا أي هدف أمام المرمى. نحن خاشين على إن شاء الله، نقول إن شاء الله بعد المباراة الجاية نحن حنحسم تأهلنا لدوري الثمانية. دوري الثمانية دوري إقصائي، أي يعني تفريط فيه أنت بتلقى روحك شنو خارج المنافسة، ما شنو حظ بتاع نقاط. مباريات إقصائية، محتاج مهاجم قناص ما يفوت أي كورة أمام المرمى. إن شاء الله نتمنى ذلك، إنه أبو بكر يكون تم الاتفاق معه على حسب المعلومات اللي لقيناها، إنه 6 شهور مقابل 400 ولا 450 ألف دولار، كويس. برضو ما كعبة. أنت أساسا في ال6 شهور دي بتكون الرؤية اتضحت لك، يا واصلت في البطولة ولا طلعت منها. اما اللاعب الجابوني لا زال انه في شنو في الاتفاق وفي المفاوضات معه. برضه لاعب لعاب وصاحب امكانيات عاليه وغامه طاقه زياده وصغير في العمر، يمكن يفيد الهلال. تمام. لكن النص مهم جدا جدا. نحن لو متذكرين قبل سنين لورا، كويس، تقريبا 3 سنة 4 سنة لورا، كنا بنعاني. الهلال كان بيعاني من مشكلة في الأطراف دائما. مشكلة الهلال في الطرف اليمين يا في الطرف الشمال. إذا حل مشكلة الطرف اليمين بتكون مشكلة الطرف اليمين الشمال غايمة، إذا حل الشمال اليمين غايمة. كنا بنعاني من المشكلة دي فترة طويلة. آخر لاعب كان بيجيد الخانة اليمين اللي هو يوسف محمد، كويس. كان لاعب له زي ما بيقولوا بصمته في الهلال. يعني كنا بنعاني من الأطراف، ما كان عندنا مشكلة في النص، كويس. الآن أصبحت الأطراف اتحلت. بقى ما عندنا فيها مشكلة. جان كلود في الطرف اليسار، كويس، وخادم دياف في الطرف اليمين. فبقى ما عندنا شنو خادم دياف في الطرف اليمين شمال سوري، وكلود في الطرف اليمين. فبقى ما عندنا شنو مشكلة في الأطراف. ففي كم لاعب يعني خيار انه ممكن يلعبوا لك طرف يمين طرف شمال. الان اصبحت مشكلتنا في شنو؟ في النص. الان مشكلتنا اصبحت في النص. ويا جماعه نكون واقعيين جدا جدا، ونكون يعني نتقبل الحاجه اللي نحن دي. الحاجه اللي عايز اقولها دي الناس يعني تتقبلها. ان احنا مما فات هيثم مصطفى من النص تقريبا الهلال ما لقى عافيه. مما هيثم مصطفى مشى من الهلال في وسط الملعب، الهلال ما لقى لاعب يغطي الحاجة دي. شيء تاني، هم لاعبين في السودان يعني كانوا بيربطوا نص زيهم ما في. يعني عندك في المريخ عندك فيصل العجب مهاجم متقدم، كويس. سوري، لاعب وسط متقدم.
بيسجل اهداف وبيصنع. هيثم مصطفى ممكن جنب الجون بقول لك هاك جيب جون. فدي المشكله اللي احنا الان حاليا واقعين فيها. في عبد الرؤوف كويس، عبد الرؤوف يعني ما ماخد زي ما بيقولوا نسبته الكبيره انه يلعب 90 دقيقه وكل المباريات يكون اساسي زي باقي اللعيبه، لانه لاعب امكانيات عاليه ولاعب وصانع العاب، محتاج لشنو؟ ل يعني احتكاك اكثر، ومحتاج يلعب مباريات اكثر ما يقيف ممكن شنو تفيد. لكن احنا في مرحله حساسه شديد، في مرحله حساسه شديد، ما دايرين نفرط في السنه دي في المستوى اللي احنا فيه حاليا. تمام. وان شاء الله نقول ان شاء الله المباراه الجايه ولا اللي بعدها نحن ان شاء الله نكون مصدرين المجموعه. خلاص انت وصلت دوري الثمانيه، كنت بتعاني وكنا بنعاني من المشكله دي لنا سنين طويله شديد، ما بنصل دوري الثمانيه من دوري المجموعات وبنطير. وصلنا لغايه النقطه 10 وما تاهلنا. فالسنه دي بتختلف من السنين اللي مضت، لانه الرؤيه اختلفت والدراسه اختلفت والطموحات اختلفت. حتى يعني كان عملوا لقاء مع رئيس نادي الهلال الصوبات في السنين الماضية، كان بيتجنب انه يذكر مسألة الكاس ولا مسألة انه والله نحن هدفنا البطولة الافريقية. كل مرة بيقول والله يعني نحن هدفنا انه نمشي ابعد مدى في البطولة. لكن السنة دي بصريح العبارة انه والله يعني نحن هدفنا البطولة، يبقى معناها في شغل وفي تخطيط للموضوع ده. والآن الهلال يسير في الطريق السليم. فقط محتاج لعيبة يا جماعة، ما لعيبة بتاع تجرب ويطلع، لا، انت محتاج للاعب جاهز، محتاج للاعب جاهز تدخله يعمل لك الفارق. فنتمنى انه شنو ان شاء الله الهلال يتوفق في الصفقات الجايه الجديده دي، بتكون ان شاء الله فريق كبير جدا جدا للفريق، وبينفعك في المرحله المقبله. المرحله المقبله حساسه وانديه معروفه وكبيره. اي تفريط انت بتلقى روحك شنو باي باي. ما اطول لكم الفيديو، ان شاء الله بنشوف اخر التفاصيل واخر التسجيلات وحوافيكم بها. ما تمشي بعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.